مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ حابين تعرفوا السر وراء التسجيل على منصة جواز السفر، على جواز السفر الفوري؟ طبعا لو حابين تعرفوا أكيد كلكم حابين نعرف كيف فينا نسجل على جواز سفر فوري بالطريقة الصحيحة، وكيف العالم عم تسجل، مع انه نحن لما بندخل وبنسجل على جواز سفر بيعطينا انه عدد الحصة اليومية ممتلئ او شيء من هذا القبيل. طبعا اذا حابين تعرفوا على تفاصيل اكثر تابع الفيديو للنهاية. مرحبا اصدقائي، انا اسامه وانتم على قناه ويب ليرنينج للتعلم الالكتروني. لو مهتمين بالتعليم او الربح من الانترنت تابعوا الفيديو حتى النهايه، اعطونا لايك وسبسكرايب، خلينا نتابع الفيديو ونبدا بالشرح. طبعا اصدقائي مثل ما شايفين هي الموقع هو موقع مركز خدمه المواطن ezek.gov.sy. هذا الموقع اللي عن طريقه فينا ننشئ معاملات، وهون رح نبلش ننشئ معاملات. طبعا الكل بده يعرف كيف فينا نسجل على جواز سفر فوري، لانه من قبل اصدقائي كانت الطريقه كثير صعبه، وكل ما ندخل بيقلنا انه الحصه ممتلئه وشيء من هذا القبيل. طبعا القصه كلياتها انه هو ضغط على مراكز الهجره. خلينا نشوف بالترتيب. اول شيء مثل ما بنعرف رح نختار الجهه المالكه وزاره الداخليه والمعامله منح جواز سفر، ورح نضغط على الخطوه التاليه. هلا احنا بريف دمشق اليوم يا اصدقائي، بريف دمشق رح يثبت فورا حتى لو كان فوري، نعم، ولكن بغير محافظات في ضغط مع الاسف. ولا هي المشكله كنا عم نعاني فيها نحن بريف دمشق. كانت بريف دمشق من اصعب العمليات التسجيل على جواز الفوريه بريف دمشق، ولكن هلا انحلت المشكله وصارت بغير محافظات. طبعا لو اجيت انا سجلت على طرطوس، فمع الاسف ما راح اقدر اثبت. خلينا نجرب. رح نضغط على فرع هجرة طرطوس. مثل ما بنعرف هون فينا نحط عدد المرافقين اللي لا يتجاوز عددهم 3، هون بنحط نوع الجواز اللي هو داخلي، وبنحط أولوية الجواز اللي هي فوري مثل ما شايفين. هلا هون رح يعطيني موعد تلقائي، ومو موعد صحيح ولكن موعد تلقائي لحتى اقدر اخذ فكرة عن تاريخ الحجز. يعني مثل ما شايفين 16/3/2023. رح اضغط على الخطوة التالية، رح ينقلني لهي الصفحة، رح يقول لي انه احفاظ المعلومات. مثل ما شايفين رح نضغط على حفظ ومتابعة لحتى ينقلني للصفحة الثانية ويقول لي انه لازم تثبت المعاملة لحتى تشتغل. هلا هون انا بضغط على تثبيت، ومع الاسف بعد ما اضغط على نعم رح يقول لي انه الحصة ممتلئة بهي المحافظة. مثل ما شايفين: نأسف لإعلامك أنه تم استهلاك كامل الحصة المخصصة لفرع الهجرة المختار للحجز الفوري اليومي. الدوام القادمين يرجى المحاولة غدا. طبعا هي المشكلة كانت تصير عنا بدمشق وبريف دمشق، ولكن إلى حل. كنا نحن أصدقائي دائما بتتجدد الحصة المخصصة للجوازات بعد الساعة 12. يعني أنت الساعة 12 ودقيقة بدك تكون مجهز حالك، أو الساعة 12 تكون مجهز حالك لحتى تبلش تحجز على المنصة للمكان اللي بدك إياه. الساعة 12 دقيقة، 12 دقيقتين، إذا كان في ضغط كتير كبير بعتقد يعني 12 و5 6 دقائق رح يكون مسكر المنصة، هذا بأسوأ الأحوال. تمام، نحن رح نرجع لمعاملاتي، عودة إلى معاملاتي، ورح نفوت ننشئ معاملة جديدة لهالمرة لريف دمشق، ورح نشوف شلون رح تثبت بسرعة وبدون أي صعوبة. الخطوة التالية: ريف دمشق، نوع جواز سفر داخلي، وأولوية جواز سفر جواز سفر فوري. رح نضغط الخطوة التالية، رح يقول لك حفظ ومتابعة، وهون رح يعطيني تثبيت. طبعا مثل ما شايفين هون الجواز وينه الفوري، ليكو أولوية جواز السفر فوري. تمام، رح نضغط على تثبيت، رح يقول لي هل أنت متأكد؟ رح أقول له نعم. مثل ما شايفين تم تثبيت المعاملة بنجاح، وأخذني لهذا المكان لحتى كمل عملية الدفع. طبعا مثل ما بنعرف طبعا هيك المشكلة عم تصير احيانا بريف دمشق، احيانا بدمشق، احيانا بطرطوس. ولكن حل المشكلة انك انت تدخل على فرع، مثلا سجلنا على فرع هجرة طرطوس، تدخل على التثبيت وتضلك تكبس على تثبيت ونعم، سواء على الموبايل او على اللابتوب او على اي شيء.
تمام. انت بتضلك تكبس بهي الطريقه امتى؟ الساعه 12 مساء، يعني بدايه اليوم الجديد. الساعه 12 دقيقه بيكون بدايه يوم جديد. فبهي الطريقه ان شاء الله من دقيقه لدقيقتين لثلاث دقائق بيكون قدرت تثبت معاملتك بكل سهوله. ولكن بدك تتعب شوي لحتى تقدر تسجلها ببعض الأحيان. هذا هو الحكي اللي بدي أقوله لليوم. بعتقد صار الكل عنده فكرة عن تسجيل الجواز الفوري، وإنه في بعض المحافظات التسجيل فيها كتير صعب، لذلك بعض الأشخاص بيطلبوا مبالغ مرتفعة تصل إلى 1,150,000 1,200,000 ببعض الأحيان لحتى يسجل لك على جواز السفر. ولكن النقطة أو الفكرة هي إنك تحاول تسجل من الساعة 12 للساعة 12 وخمس دقائق. في بعض الأشخاص بيحاولوا يسجلوا الساعة 6 صباحا، لأنه بيكون في بعض المعاملات التغت. أنت لما بتسجل على معاملة، خلينا نرجع لمعاملاتي. تمام. هون عم يقول لك الرجاء دفع الرسوم المطلوبة خلال ساعة من تاريخ هذا الوقت. بعد ما تثبت وتدفع هي الرسوم رح يعطيك وقت 6 ساعات حتى تستكمل الوراء الثانية. طبعا إذا أنا ما دفعت هاد رح يختفي بعد ساعة، فأنت في شخص رح يحسن يحل بدالك، يعني يقعد بدالك. فالعالم بتجرب الساعة 1، وفي حال فشل الأمر بتجرب الساعة 6. ليش؟ لأنه أنا لو ثبتت هذا أعطاني وقت 6 ساعات، بعد 6 ساعات ما قدرت أدفع المبلغ أو ما قدرت أكمل الوراء رح يلتغى، ورح يصير في حصة مخصصة لشخص أو أكثر. تمام؟ فهي هي الفكرة، وبتمنى التوفيق للجميع. إذا عجبك الفيديو لايك سبسكرايب، وبنكبر فيكم أصدقائي. إلى اللقاء في فيديو آخر.